هو انا كل ما اخش عند الحمام الاقي زغلول بره كده. طب اعمل ايه بقى عشان ما الاقيش زغلول بره كده؟ وبعدين يا جماعه في اسعار الكلفه اللي غاليه قوي دي، الناس زهقت من تربيه الحمام وزهقت من انتاج الحمام بسبب موضوع غلو الكلفه دوت. وكل ما اخش عندي السلاكه الاقي ريش واقع في الارض كده. طب ايه الحل دوت؟ كم مشكله بتقابلني في تربيه الحمام، ولو الحمام ربنا كرمني فيه بلاقيه بايض بيض غير مخصب، يعني البيض ما بقاش فيه جنين. طب نعمله ايه بقى للمشاكل ديت؟ مره مشكله الريش، مره مشكله الاكل، مره مشكله البيض الغير مخصب، مره مشكله الزغلول اللي بيطلع من الطاجن وبيقعد في الارضيه هنا وبيقع وبيموت. ايه الحل؟ ده انا حتى لو اشتريت فرد حمام من السوق وسليم ما فيهوش اي حاجه خالص، باخده كده بدخله على الحمام عندي بلاقي الحمام اتبهدل والحمام اتدهور، وده تعب وده بيموت وده جاله اسهال وده جاله دمعه عين واللي جاله كنكر. ايه المشاكل الكتيره قوي دي؟ وجايب نتايه لذكر مش عايز يتجوزها ولا عايز يفرخ منها وينتج منها. انا زهقت يا جماعه من تربيه الحمام. ايه الحل بقى؟ ايه الحل؟ بصراحه كده تربيه الحمام ما بقتش جايبه همها، تربيه الحمام بتخسر مش بتكسب. ايه بقى المفروض ان انا اعمله عشان اتلاشى المواضيع دي؟ كذا مشكله بتقابلني وكذا موضوع بيقابلني ومش عارف احلهم ولا اعمل معاهم اي حاجه. الحمام مش عايز يفرخ، الحمام مش عايز يبيض، الحمام مش عايز ينتج. كل ديت مشاكل بتقابلني بتكرهني في الغوايه وبتكرهني في تربيه الحمام. بالعكس ده انا بخسر تمن اكل، بخسر تمن مجهود وتمن نظافه. الحاجات دي كلها بتحصل معايا في غوايه الحمام وفي تربيه الحمام. طبعا دلوقتي انت سمعت الكم مشكله دول والكم مشكله دول اللي بيدوروا في دماغك، انك انت زهقت من الحمام وزهقت من تربيه الحمام وزهقت من انتاج الحمام. طب انا عايزك بقى تصلي على النبي بقى كده، صلي على النبي واعمل لايك للفيديو واسمع الكلام اللي هيجيب معاك من النهايه وهيحل معاك المشاكل دي كلها. احنا بنحب الحمام وبنحب نربي الحمام، سواء بنكسب او بنخسر بنحب نربيه. احنا مدمنين تربيه حمام. النهارده ان شاء الله هقول لك المشاكل دي كلها حلها بسيط، حلها سهل جدا. عارف ازاي؟ اعمل لايك وتعالى اوريك ازاي. هنا بسم الله ما شاء الله الله اكبر، ادي جوز تحت منه زغلولتين لان احنا اشتغلنا مع الحمام صح. هنيجي هنا عند جوز الهزاز دوت بسم الله ما شاء الله نفس الكلام برضو قاعد على بيض. عايزين نشوفوا البيض ده فقس ولا ما فقسش. وكل اللي انا طبقته عندي او كل اللي انا عملته عندي لو انت عملته عندك ان شاء الله ربنا هيكرمك في الانتاج بتاعك. تعالوا كده نشوفوا الجوز الهزاز دول. الله اكبر بسم الله ما شاء الله ولا حول ولا قوه الا بالله. الزغلول معانا فقس. طيب البيضه الثانيه فقست لسه. طيب هنسيبها تحت امهم ونهتم بنقطه الاكل كويس جدا. واول حاجه هتاكل الحمام اللي تحت منه زغاليل، هتزود العويجه وتزود الغله وتزود العدس بجبه. كل جوز حمام تحت منه زغاليل هتزود له الكلام اللي انا بقوله لك دوت. تعالوا كده لتاني حاجه، دول تحت منهم زغلولتين. ولو جينا هنا اهو بسم الله ما شاء الله دول تحت منهم بيض، وهنا بسم الله ما شاء الله تحت منهم زغلولتين. يبقى الجنب اللي احنا عندنا دوت اللي في اليمين ربنا كرمنا فيه. تعالوا في الجنب التاني كده اهو بسم الله ما شاء الله اهو دول تحت منهم بيض بسم الله ما شاء الله الله اكبر، ودول برضو تحت منهم زغاليل. اما بقى بالنسبه للزغلول اللي بيطلع من البياضه هقول لك نعمل معاه ايه. طبعا دول تحت منهم 3 زغاليل يا شباب ها، وده زغلول ثالث احنا حاطينه هنحطه هنا. اللي بعده الجوز اليمني دول تحت منهم بيض، الجوز الابلق دول تحت منهم بيض زي ما انتم شايفين. نصلي على النبي. الجوز دول تحت منهم بيض، الجوز دول تحت منهم بيض. ولو جينا عند الجوز دول هنلاقي عندهم زغلول طالع برضو بره البياضه، هندخله كده ونسمي الله. وهنا فوق الجوز الغزار دول طبعا في العين العاليه ديت احنا مش متابعينهم ومش عارفين ايه اللي عندهم، نشوفوا ايه اللي عندهم. تعالوا كده نسموا الله بسم الله ما شاء الله. نفس الكلام برضو النتايه باضت وديكوا شفتوا اللي موجودين عندنا. وهنا في بيض وهنا في زغاليل صغيره اهي لو واضحه قدامكم. تمام يا شباب؟ طيب ايه بقى اللي احنا عملناه للحمام دوت عشان خاطر كله يبيض وكله يفرخ وينتج عندنا؟ هقول لك عليه. الحل اللي انا هقوله لك دلوقتي اول حاجه هيخلي الحمام عندك يشتغل وينتج ويفرخ بانتظام.
تاني حاجه مش هتلاقي كميه الريش اللي انت بتشوفها عندك في السلاكه. والاهم بقى والاخص موضوع الكلفه، وازاي تقدر تعمل كلفه وتقدر توفرها للحمام، وفي نفس الوقت برضو تطلع كلفه كويسه وكلفه مفيده لفرد الحمام. يلا بينا كده نشوفوا اول حاجه هنعملها مع الزغلول اللي احنا اخدناه. اول حاجه يا شباب، الزغلول اللي بيطلع من البياضه دوت بيطلع من البياضه عشان مش شبعان. طبعا ده زغلول غزار زي ما انتم شايفين، والاب والام مش قلباظ فهم ياكلوه. فكل اللي عليا هعمله هجيب كوبايه ميه زي ما انتم شايفين كده، وابدا اسحب 10 سم ميه. اهم شيء كده نسحب 10 سم ميه بالمنظر اللي انتم شايفينه دوت، ونحطه في الكوبايه ديت، وادي 10 سم ميه تاني وهنحطهم هنا. تمام كده. وزي ما انتم شايفين سحبنا 20 سم ميه. كل اللي عليا هبدا اخد معلقه من التاكيل اليدوي دوت، وابدا ان انا اقلب كويس. وزي ما انتم شايفين كده ببدا اقلب كويس، وكل ما بقلب اكتر كل ما بيتقل معايا ويبقى سهل معايا ان هو يتسحب في السرنجه. طيب كل حاجه هستخدمها في الفيديو دوت هقول لك اسمها ايه وتجيبها منين او تعملها ازاي عندك في البيت. زي ما انت شايف كده اهو قلبنا كويس جدا جدا، والزغلول حصلته فاضيه خالص بالمنظر اللي انتوا شايفينه دوت. اهم شيء بقى هقول لك عليه دلوقتي انك تمسك السرنجه وتسحب كده بالراحه وتسمي الله. اهم شيء انك تسمي الله وتسحب، هيطلع معاك سهل جدا. تاني حاجه هتبدا تفضي الهواء اللي موجود في السرنجه، عشان ممكن الهواء دوت يعمل له انتفاخات وبوظ لك الدنيا بمعنى صح. تفضي الهواء تماما وتبدا انك انت اتاكدت ان انت فضيت الهواء، بتمسك الزغلول بقى كده وبتبدا انك انت تسمي الله. اهم شيء بالراحه تسمي الله وتفتح بقه، هتلاقي لسانه من فوق لسانه هتدخل بقى البلف الاسمر دوت وتبدا تسمي الله وتديله واحده واحده، وبكده يكون الزغلول كل معاك وشبع. ويلا بينا نخشوا على المرحله الثانيه. بياكل وبيشبع بالمنظر اللي انتوا شايفينه دوت، برجعه البياضه بيرجع يقعد هادي، عمره ما هيطلع من البياضه تاني لانه خلاص شبع. والدور بقى على الاب والام ان هم يدفوه ويخلوه زي الفل، وان شاء الله ربنا يبارك لنا فيه. لازم يكون عينك في السلاكه كويسه جدا جدا جدا. تعالوا بقى اقول لكم الحاجه الثانيه اللي انا استخدمتها للحمام، خلت الحمام يبيض وينتج ويفرخ عندي بالمنظر اللي انتوا شايفينه دوت. الحمام دوت عشان يشتغل محتاج كالسيوم، فيتامينات، املاح معدنيه، حجر جيري، محار بحر، بذور طاقه، والكلام الجميل ده كله. وبكده انا بدات استخدم التوب ميكس جريت. طبعا زي ما انتوا شايفين كده اهو، بحط لهم شويه. طبعا هو بيبقى في الكيس بس انا حاطه في برطمان زي ما انتوا شايفين كده. تعالوا كده بقى نجيبوا البياضه. زي ما انتوا شايفين الاب والام دخلوا عند التحاجيق اللي احنا حطيناها بالمنظر اللي انتوا شايفينه كده اهو. بداوا ان هم ينقوا اللي هم محتاجينه، محتاجين كالسيوم، محتاجين فيتامينات، محتاجين املاح معدنيه، ايا كان اللي هم محتاجينه متوفر في الكيس دوت. وهسيب لك شكل الكيس دلوقتي لو انت حابب انك انت تشتريه. عايز تعمله عندك في البيت هتجيب حجر جيري، هتجيب فوسفات الصوديوم، هتجيب حاجه اسمها قرطم، هتجيب بذر كتان وبذر جرجير وبذر فجل وبذر برسيم. وهو اللي انتوا شفتوه دوت سبب رئيسي للانتاج للحمام، وسبب رئيسي ان الحمام يبدا يشتغل ويفرخ وينتج عندي. والحمد لله رب العالمين ربنا كرمنا في ال 15 جوز اللي احنا مربينهم. مش شرط ان يبقى عندك جواز كتير قوي، ممكن يكون عندك 10، عندك 5، بس تهتم بيهم صح، ساعتها ربنا هيبارك لك فيهم ويكرمك فيهم. تعالوا بقى نتكلم على موضوع الكلفه. موضوع الكلفه يا شباب دوت اللي شغل ناس كتير جدا جدا عن التربيه. بص يا شباب، كل اللي عليكم الكلفه اللي انا عاملها اهي. فيها ايه؟ فيها عويجه، فيها ذره صفراء، فيها قرطم، فيها غله، فيها بزله، فيها الفول. ببدا اروح عند حد اسال عند 1 و2 و3 واشوف الغله هنا بكام والعويجه هنا بكام والصفرة هنا بكام، وابدا اعمل لهم الخلطه ديت. ما اجيبش الخلطه الجاهزه، لان الخلطه الجاهزه ديت هي اللي بتدمر فرد الحمام، بتدمره في المعوي وبتجيب له كنكر. بيبقوا حاطين حاجات كتير قوي فيها ملهاش اي لازمه، زي الصدف بتاع البحر، زي الباجي، واحنا عارفين الحمام مش بياكل باجي، فهتحط له الباجي هيدمره وهيبهدله. اما بالنسبه لدوت عمال ينادي على نتايته عشان هي بره البياضه كده، وهو عمال يصفر لها وينادي عليها وعامل لنا دوشه زي ما انتم سامعين كده. كل اللي اقدر اقوله لك اخدم الحمام صح ربنا هيبارك لك فيه، اخدم الحمام صح ربنا هيرضيك فيه. وادي اللي حصل عندنا، وادي اللي موجود عندنا. واللي محتاج اي حاجه
يكتب لي في التعليقات، والفيديو دوت ليه جزء تاني هنزله لكم ان شاء الله، الجزء المهم والمفيد. بالنسبه للتاكيد اللي انا استخدمته اهو، شكل البرطمان يا شباب اسمه توب ميكس، برضو حاجه جميله جدا ومجربها، واستنونا في كل فيديو جديد مع احلى اخوات في الدنيا، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.